السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية العلاجية، وده الفيديو رقم 5 في علاج مشكلة مقاومة الأنسولين مرحلة ما قبل السكري والسكري النوع الثاني. بدأنا في الفيديو اللي فات العلاج العملي للثلاث مشاكل دول. أول حاجة تعملها إن أنت توقف أي مواد حافظة أو أي مصنعات، يعني أي حاجة من السوبر ماركت أو أي حاجة من المطعم أو أي حاجة خارجية داخل فيها لون أو مادة حافظة أو سكر صناعي، وقفها وامنعها تماما. إذا إحنا دلوقتي هنبدأ نتكلم على أكل البيت وننظم أكل البيت هنعمل فيه إيه. تاني خطوة مهمة جدا وكبيرة جدا 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 هي إنك توقف معجنات، بالذات العيش. المعجنات نقصد بيها هنا أي حاجة معمولة من دقيق أبيض أو دقيق في المطلق. يعني خلينا نقول أي حاجة فيها عجين، فيها حب مطحون، بلاشها في أول رحلة العلاج. طبعا احنا هنا في مصر بنستهلك العيش الابيض، وبنستهلك البقسماط والقرص والشعريه والمكرونه ولسان العصفور. كل الحاجات دي بنسميها العجين الابيض او المعجنات اللي هي معموله من دقيق. كل ده هتشيله من حياتك نهائي. شعريه، لسان عصفور، مكرونه، عيش، بقسماط، باتيه، قرص، فينو، كل ما هو عجينه بيضاء هتشال. المشكله دي او العجين الابيض او المعجنات كلها بتشترك في ان هي من اسوأ انواع النشويات على الاطلاق، لان هي بتسبب افراز كميه كبيره جدا من الانسولين في الدم، وده مش هيخدم الغرض اللي احنا عايزين نعمله خالص. رقم اتنين، بتعلي مستوى السكر في الدم لمستويات قياسيه مره واحده، فتلاقي سكرك عالي خالص، وده برضو مش بيخدم المشكله اللي احنا عايزين نعالجها. رقم ثلاثة، بتجوع جدا. يعني انت اول لما تاكل المعجنات دي بتتهضم بسرعه جدا، بتتخزن دهون بسرعه جدا، وتلاقي نفسك بعد ساعه ونص ساعتين حسيت بجوع شديد جدا وعايز تاكل تاني. فهي لازم تتشال من حياتك، ومره واحده هتوقفها مش تدريجي. مره واحده مش تدريجي، لان تدريجي ده محدش بيعرف يعمل فيه حاجه. الطب النفسي وعلم النفس بيقول ان احنا عشان نقدر نوقف حاجه مدمنينها او عامله لنا نوع من انواع الادمان، لازم نوقفها مره واحده مش تدريجي، عشان خاطر جسمك يقدر يتعافى منها بسرعه، وما تفضلش في حاله مهاترات مستمره. باكل شويه برجع لها تاني، اصل نص رغيف، اصل لقمه، وبعدين برجع له تاني، وهكذا. طيب، هنستبدل العيش والمعجنات دي بايه؟ العيش لو انت مشكلتك فيه ان انت ما بتعرفش تاكل حاجه غير لما بتغمس، هتستخدم الكابوتشا والفلفل الاخضر. ممكن تستخدمها تعملها كنوع من انواع العيش وتاكل بيها عادي. والمعجنات التانية لو انت بتستخدمها كمصدر للنشويات، فاحنا عندنا انواع كتيرة جدا من النشويات الصحية اللي هي بديل للعيش. هقولها سريعا هنا، بس دي لسه هنجيلها فيديوهات تانية، وهي مثلا زي البطاطا، زي البطاطس، زي الرز الحباية الكاملة. يعني الرز احسن من العيش بكتير، وده هنخش له بعدين. زي الفريك، زي البرغل، زي الفول والبقوليات، بنستخدمها كمصادر للنشويات عشان هي حباية كاملة. فاحنا حاليا هنبطل مصادر النشويات دي، وهنبدلها بنشويات تانية صحية معقدة ما بتعملش اللي العيش بيعمله. دي خطوة مهمة جدا على طريق العلاج، متعبة لبعض الناس، متعبة بشكل كبير، مش بسبب ان احنا هنوقف نشويات، لا، بسبب التأثير النفسي والعامل النفسي للعيش علينا كمصريين وعلى ناس كتيرة جدا في الوطن العربي والعالم كله. الناس اللي هي متعودة لازم افطر عيش واتغدى عيش، لازم اكل عيش مع الوجبة، ما ينفعش ان انا اعدي الوجبة من غير عيش. طب انا هديك نشويات تانية، لا، هو عنده مشكلة نفسية مع العيش، يعني ارتباط نفسي شديد مع العيش، ومتخيل، لا، ومش متخيل بس، ده هو لما بيوقف عيش بيتعب، بيحس ان هو مش كويس. احب اقول لك ان دي اعراض وهميه تماما، وملهاش اي وجود حقيقي او فسيولوجي. يعني انت هتتعب كام يوم لان جسمك متعود عليها تعود مرضي مش كويس، وبعد الكام يوم دول جسمك هيسيبه تماما وهيتعود تماما. بالعكس، انت هتشوف خير وهتشوف طاقة نور اتفتحت. عمرك ما كنت تتخيل ان انت هتعيش بصحة بدون عيش قبل كده. يعني اول لما تبطله يومين ثلاثة أربعة، الاسبوع اللي بعديه هتلاقي نفسك خفيف، هتلاقي نفسك متعود ان انت مش بتاكل بعيش، هتلاقي نفسك ان صحتك اخف بمراحل، هتلاقي النهجان والتعب بدأ يروح، هتلاقي ان انت عندك نوع من انواع الوضوح الذهني، بنسميها كلاريتي. يعني ذهنيا مفيش نوع من انواع الضبابية اللي بيبقى موجود في الايام العادية. فقطع العيش والمعجنات خطوة كبيرة جدا جدا في علاج المشكلة،
ومش هتندم في يوم ان انت منعتها اطلاقا. هتعالج السكر بتاعك، هتحسن حساسية الانسولين، هتلاقي نفسك افضل واحسن، هتلاقي نفسك بدنيا وصحيا كويس، هتلاقي نفسك بتخس دهون من منطقة البطن بشكل كبير، فتبدأ توقفهم وتبدلهم بحاجات تانية. ده اول خطوة. هنبدلهم بايه وايه اللي ندخله؟ زي ما قلنا النشويات الصحية التانية زي البطاطا والبطاطس وزي الشوفان والبليلة، القمح الكامل، الحباية الكاملة، وفي الغداء زي المكرونة وزي الفريك وزي البرغل. وفي العشاء طبعا مش لازم ناخد نشويات خالص. دي خطوة مهمة جدا، حبيت اعمل لها فيديو لوحده عشان نتكلم فيها. ولو عندكم اي سؤال اكتبوه في التعليقات على المشكلة بتاعة العيش. وعشان خاطر برضو السؤال اللي هيتكرر، طب ما فيش نوع في العيش كويس؟ مش في الاول، ما تدورش على بديل للعيش، لان انا زي ما انا قلت لك عايز اقطع منك فكرة ان انا بغمس بعيش، عايز اشيله من حياتك خالص، ومخك يتعود وبطنك تتعود وجسمك كله يتعود ان انا ذهنيا بقدر اكل الاكل بدون عيش. وبعدين مستقبلا لما نحل المشكله او بعد شهر او بعد شهرين لما جسمنا يبدا خلاص هو اتعود وما عندوش مشكله ومش مدمن، نبدا ندور له على انواع كويسه من العيش نبدا ندخلها له واحنا مطمنين ان احنا بقينا في مرحله تانية غير المرحله الاولانيه خالص.